رئيف المجلس البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. هو نظير جيد رفائيل، ولد عام 1923 بمحافظة أسيوط في صعيد مصر. عام 1947 حصل على ليسانس الآداب قسم التاريخ من جامعة فؤاد الأول القاهرة حاليا. عمل مدرسا وصحفيا، وكان ضابطا برتبة ملازم أول في الجيش المصري. في عام 1954 أصبح راهبا. تمت صيامته قسا عام 1958. يوم 14 من نوفمبر عام 1971 نصب البابا شنودة بابا للإسكندرية، وهو البابا رقم 117 في تاريخ الكنيسة المصرية. قداسة البابا، لنبدأ من افتتاح كاتدرائية الأنبا أنطونيوس في أبو ظبي. أي رسالة يوجهها هذا الافتتاح، وأي رسالة توجهوها إلى العالم؟ الرسالة الأولى هي شكر لدولة الإمارات العربية على روحها الطيبة، وأيضا نشكر على روح التعايش السلمي والمحبة والتعاون الموجودة بين كل أفراد الشعب عموما. يعني إنها روح طيبة بدأها الشيخ زايد وانتشرت في أسرته، وانتشرت أيضا في كل الشعب في الإمارات العربية. ونحن نرجو من العالم أن ينتخذ هذا الأمر كنموذج ومثال للتعايش وللسلام بين الشعوب وبعضها البعض. البشر كما تعلم قداستكم مختلفون وسيبقون كذلك. كيف يمكن لنا أن نجد صيغة للتعايش والتسامح لا تتأثر بهذا الاختلاف؟ لو أمكن للبشر أن يتعاونوا في المساحة المشتركة التي يتفقون عليها بدلا من التركيز على نقاط الخلاف، فهذا يكون أفضل، لأن الصراع يأتي من التركيز على الخلاف. ولكن لو ركز الناس على الأمور الإيجابية النافعة للكل وعلى المبادئ السامية التي يحترمها الكل ويؤمن بها الكل، يكون هذا لفائدة المجتمع كله. وأيضا لكي يزول الخلاف بين الناس مفروض أن تزول الأنانية والمصلحة الخاصة. طالما كلمة الأنا موجودة والمصلحة الذاتية موجودة، ممكن أن تصطدم المصالح وممكن يختلف الناس. هناك من يقول بأن دور الأديان قد تراجع في صياغة حياة وقيم الناس، وهناك من يقول العكس، بأنه ثمة إقبال للناس على الأديان والعودة إليها كذلك. كيف ترون قداستكم أنتم الأمر من الموقع الذي تحتلونه؟ هو الأديان موجودة في رسالتها، وأيضا العالم الحاضر له رسالة أخرى. ويوجد كثير من الناس لا يهتمون بالدين، وكثيرون منهم لا يهتمون بمبادئ الفضيلة مثلا، أو البعض حاول أن يحول الحرية إلى لون من التسيب بحيث لا يوجد لها ضابط. ولكن سيظل الخير والشر يتنازعان معا طالما نحن على هذه الأرض. نحن نرجو أن ينتصر الخير، لكن لا نستطيع أن ندعي
أن الخير ينتصر 100%، إنما بقدر الإمكان ينمو الخير عن ذي قبل. ولكن الشيطان موجود والشر موجود، والتنافس بين الخير والشر قائم باستمرار. في بعض البلاد الخير هو السائد أو هو صاحب الأغلبية، وفي بلاد أخرى الشر هو السائد وهو صاحب الأغلبية. فنحن نرجو أن ينتصر الخير، ولكن لا نستطيع أن نقول أن انتصار الخير يكون بلا مجهود. لابد من مجهود، وهو مقاومة النواحي الشريرة، سواء كانت النواحي الشريرة من دوافع خارجية أو من أشياء داخل النفس، حيث توجد نفس أمارة بالسوء، أو حيث توجد شهوات داخل النفس تقود الإنسان إلى الخطيئة، أو نزعات، أو محاولة فرض الذات على الآخرين. كل هذا يوجد الشر، فليس الكل في حياة خالصة أمام الله. قداسة البابا، كما نعلم ونشاهد فإن العنف يعصف بنا في أكثر من مكان في العالم العربي تحديدا وفي العالم كله أيضا. ما الدور الذي يمكن أن يقوم به القادة الروحيون وعلماء الدين في التخفيف من حدة هذا العنف المنتشر في أرجاء المعمورة؟ في الواقع إن العنف هو حيلة العاجز، إنما العقل القادر على حل المشاكل عن طريق الحوار وعن طريق التفاهم وعن طريق السياسة الهادفة لا يلجأ إلى العنف. لكن إذا عجز العقل عن العمل تبدأ الأعصاب تحل محله، وتقوم الأعصاب مقام العقل، وحينئذ يلجأ الإنسان إلى العنف، ويكون في استخدامه للعنف اعتراف بأن عقله لم يجد الحيلة الطيبة المناسبة والوسيلة السليمة بدون العنف. وهناك أشخاص العنف من طباعهم لا يستطيعون أن يعيشوا بدونه، ويظنون أن العنف هو أسهل طريق للحل. لكن العنف يولد الإرهاب أحيانا، والعنف يولد الجريمة أحيانا أخرى، والعنف يولد الانشقاق أيضا بين الناس. فالبعد عن العنف هو الطريقة المناسبة، سواء بالنسبة للأفراد في تعاملهم أو بالنسبة للدول أيضا في تعاملها. قداسة البابا، ما هي الطريقة التي تراها طريقة مثلى لربما تغيير أصحاب من يتبنون هذا المبدأ، مبدأ العنف في كل أرجاء العالم؟ كيف لنا أن نغير اتجاهاتهم من العنف حتى يصبحوا أكثر سلاما وأمنا؟ هناك وسائل كثيرة. إحدى هذه الوسائل الإقناع الديني من نفس مبادئ الدين. ممكن أن يقتنع الإنسان بأن يلجأ إلى الحكمة والموعظة الحسنة بدلا من العنف. ده إقناع ديني. ممكن إقناع فلسفي
بالبحث العقلي حتى لو كان بحثا مجردا عن النصوص الدينية وإثبات أن العنف لا يجدي، أو أيضا من الناحية العقلية إقناع الناس بأن العنف يولد عنفا مضادا لكي يقاوم العنف الأول، وهكذا ينتشر العنف بين الطرفين. ثم أيضا بحث الأمر من الناحية الاجتماعية، كيف أن العنف يولد خرابا ويولد أيضا ضياعا للأنفس وقتلا للأبرياء، يعني نواحي كثيرة للإقناع. وفي بعض الدول ترى أن الاستعداد للعنف يمنع العنف. أقصد بعض مبادئ في الحروب يقول الاستعداد للحرب يمنع الحرب، فإذا شعر العدو أن الخصم الذي أمامه مستعد لرد القتال بما هو أشد حينئذ يرتدع. يعني على مبدأ خير وسيلة للهجوم هو من الدفاع هو الهجوم. لا أقصد الهجوم، إنما أقصد الاستعداد لرد العنف. يعني هناك دول ضعيفة إذا شعرت أن الدولة التي أمامها أقوى منها تستسلم، والدولة القوية إذا شعرت أن أمامها دولة ضعيفة ممكن أن تفرض عليها قوتها وسلطتها وإرادتها. لكن إذا شعرت أن الدولة التي أمامها قوية تحترم قوتها. فنحن نريد أن يكون الناس أقوياء وليسوا عنفاء. القوة هي في تركيب الشخصية، أما العنف فهو استخدام البطش، لأن أهم شيء في القوة قوة العقل وليس مجرد قوة السلاح أو قوة الاعتداء. فموازين القوة بتختلف، لكن عموما كلما كان الناس أقوياء ومستعدين ينالون احترام الآخرين ولا يتعرضون للعنف. في المسيحية الله محبة، وفي الإسلام قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وفي مقال روحي لكم قلتم المحبة تحتمل كل شيء. ما هي الرسالة قداسة البابا التي يمكن أن توجهوها للناس انطلاقا من المحبة والحب أيضا؟ المحبة من المفروض فيها أن تكون محبة عملية، والمحبة العملية تعطي وتبذل، والمحبة العملية تحترم شعور الآخرين ولا تجرح إنسانا، والمحبة العملية قدمها لنا الله في الطبيعة في أول صفة، وهي صفة الأمومة، حيث الأم تحب ابنها وتحتمل من أجله الكثير. فالمحبة تحتمل كل شيء على أن تكون محبة حقيقية وليست محبة زائفة. ونحن نريد من الناس أن يحبوا بعضهم بعضا بطريقة يبنون
بها كل فريق يبني الفريق الآخر. المعروف أن المحبة تبني والعداوة تهدم، والذي يبني دائما يصعد إلى فوق، والذي يهدم دائما ينزل إلى أسفل. المهم أن يقتنع الناس بالمحبة، والمحبة عموما غير الشهوة. أحيانا يختلط الأمران. ما الفرق بينهما؟ الفرق أقول الآن. أنا سئلت هذا السؤال منذ 35 عاما، ما الفرق بين المحبة والشهوة؟ فقلت المحبة تريد دائما أن تعطي، والشهوة تريد دائما أن تأخذ. فالشخص الذي يشتهي يريد أن يشبع ذاته، وهكذا لا يكتفي في الأخذ. أما الشخص الذي يحب فهو يهدف إلى خدمة الآخرين، ومن أجل خدمتهم يعطي ويبذل باستمرار. وحينما نقول الله محبة، أن الله باستمرار يعطي، بل هو المعطي الوحيد. وكل إنسان يعطي إنما عطاياه هي من عطايا الله. الله هو الذي أعطاه ما يعطيه، والله هو الذي أعطاه روح العطاء ومحبة العطاء. فالأمر كله يرجع إلى الله أولا وأخيرا. كنتيجة للمحبة إن الله يعطي. والله تبارك اسمه من أجل محبته لنا أعطانا العقل والفكر، وأعطانا الروح، وأعطانا الأمل في الحياة الأبدية، حيث تمتد حياة الإنسان بعد الموت في عالم آخر. وأعطانا الأرض وكل ما فيها من ثمر، وأعطانا الجهد والقوة. كل ما حولنا هو عطية من الله، بل وجودنا نفسه هو عطية من الله. وهذا مثل من أمثال المحبة التي تعطي، أو المثل الأول للمحبة التي تعطي. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير، نعود بعده لمتابعة هذا الحوار، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. قداسة البابا، هناك متطرفون في كل دين وفي كل مكان من العالم يحاولون قصر الناس على وجهة نظرهم فقط. ماذا تقول لهم؟ التطرف أمر غير مقبول في كل شيء، سواء كان تطرفا في فهم الدين أو تطرفا في الممارسة العملية في أي شيء. والاعتدال هو لون من الحكمة والعقل. ودائما المتطرف يتجه إلى جانب واحد ولا ينظر إلى جميع الزوايا. وأيضا المتطرف لا يعمل حسابا لردود الفعل التي تنتج عن تطرفه، ويقصد أن التطرف هو الوسيلة التي توصله، بينما التطرف ممقوت وقد لا يوصل إلى شيء. وأول شيء يوصل إليه هو انتقاده نفسه. الذي يتطرف في الدين لم يفهم الدين على حقيقته، والذي يتطرف في الدين لا يفهم نفسية الناس الذين لا يقبلون التطرف.
وكلمة تطرف لغويا ناتجة من طرف واحد، بينما العاقل يهتم بجميع الأطراف وليس بطرف واحد. ونحن ندعو الناس باستمرار إلى أن يكونوا معتدلين وحكماء في تصرفهم، ولا يبالغون في شيء من الأشياء، لأن كثيرا من الناس تعودوا المبالغة في كل شيء، إن سلبا وإن إيجابا. والمبالغة أيضا هي لون من التطرف في التعبير. ثمة جدل كبير في العالم العربي حول الدين والسياسة، أو حول دور رجل الدين وتدخله في السياسة. كيف ترى قداستكم هذا الموضوع؟ رجل الدين الذي يهتم بواجبه الديني لا يجد وقتا للسياسة، لكنه في نفس الوقت من المفروض فيه أن يسوس نفسه وأن يسوس رعيته التي سيسأله الله عنها. أما السياسة العامة وهي سياسة الدولة فلها رجالها المحنكون في هذا العمل، والذين على دراسة أعمق وأقوى من دراسة رجل الدين. ولكن في نفس الوقت نقول شيئا بسيطا، وهو أن رجل الدين وإن كان لا يعمل بالسياسة لكنه مواطن كباقي المواطنين. فمثلا يشترك في الانتخابات، فهل الانتخابات عمل سياسي أم ليست عملا سياسيا؟ هي عمل سياسي. وإن لم يشترك يتهم بالسلبية. فالانهماك بالسياسة اتهام، والسلبية والبعد الكامل عن السياسة اتهام آخر. إذن أصبح رجل الدين في موقف حرج هنا. هو في موقف يحتاج إلى حكمة، لأن أيضا رجال الدولة أحيانا يحتاجون إلى رجل الدين لتعضيد اتجاه معين، وتكون سياسة طيبة، ولكن الناس اعتادوا أن يطيعوا رجل الدين على اعتبار أنه يمثل الحق فيما يقول ويدعو إلى ذلك، على اعتبار أن الله نفسه هو الحق الكلي. فممكن أن يكون له دور ولكن لا ينشغل بالسياسة كعمل أساسي له. يعني إذا احتاج الأمر إليه أن يقوم بواجب سياسي من أجل وطنه فلا يقصر في هذا الأمر ويقول لا علاقة لي بالسياسة. وخصوصا نحن في عالم أخباره كله، أخبار العالم كله معروض على الكل. فممكن أن يسأل رجل الدين ما رأيك في كذا وكذا وكذا، فهل يقول لا أعرف؟ يقولون له كيف رجل دين ولا تعرف؟ المفروض أنك مصدر من مصادر ملم بالسياسة، من مصادر المعرفة. أم يقول أعرف ولا أريد أن أتدخل، فممكن أن يسأل ولماذا لا تتدخل؟
أم يقول علي ضوابط من رجال السياسة إني لا أتكلم، وفي هذه الحالة يسيء إلى نفسه وإلى رجال السياسة، فممكن أن يبدي رأيه دون أن يشتغل بالسياسة إذا طلب منه هذا الرأي، أو إذا كان إبداء الرأي يدخل في نطاق الخير العام للبلد الذي يعيش فيه. دائما قداسة البابا تتم الإشادة بدور الكنيسة الوطنية في حماية وتعضيد الوحدة الوطنية للشعب المصري، لكن هناك انتقادات أيضا بأن الكنيسة دائما ما تحابي الدولة. كيف ترد على هذا الطرح؟ محاباة الدولة ليست من صالح الدولة، لأن أيضا رئيس الدولة يحتاج إلى رأي صريح واضح مخلص يقال له. فالمحاباة هي لون من خداع الرؤساء أيضا، وأمر غير جائز. فعلى الإنسان أن يقول الحق كل الحق، وإن لم يستطع أن يقول الحق لسبب خارج عن إرادته فليصمت، ولكن لا يتجه إلى العكس ويحابي ويجامل على حساب الحق، لأنه إذا قال شيئا غير الحق يتعبه ضميره ولا يكون أمام نفسه رجلا يمثل الدين على حقيقته. إنما مفروض في رجل الدين أن يقول الحق في حكمة، في حكمة، لأن هناك أشخاص يقولون ما يرون أنه الحق بأسلوب هجومي غير مقبول، يخرجون فيه عن الناحية الموضوعية إلى الناحية الشخصية، وهذا غير لائق. لكن إذا كان رجل الدين يتكلم في موضوعية وفي حق لا يلام عما يقول. بالرغم من تعديل الدستور المصري إلا أن المادة التي تنص على أن دين الدولة هو الإسلام ما زالت موجودة، وبقيت أيضا المادة التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأول للتشريع، فيما دعا كتاب ومثقفون إلى أن تكون قيم الأديان هي المصدر للتشريع. كيف ترون قداستكم هذا الموضوع بوصفكم أولا مواطنا مصريا، ثم بوصفكم راعيا للأقباط المصريين؟ أنا أعتقد دائما أن الذي يدير الأمر ليس مجرد النصوص، وإنما الحكمة في استخدام النصوص. وما أسهل عمن يبحث عن نصوص أن يجد ما يثبت رأيه، وإن أراد العكس ربما يجد نصوصا أخرى. نعم. فالمسألة هي الروح وليست النصوص، روح القانون وروح التشريع وروح الحق، وليس مجرد النصوص. والنصوص أحيانا يدخل فيها الفهم الشخصي، أما روح الحق فهي التي تسود، لأن فيها الإقناع، فيها الإقناع. ودين الدولة الرسمي هو الإسلام، لأن غالبية الشعب من المسلمين. نعم. فمن حقهم أن يكون دينهم الرسمي هو المشرع. ولكن الإسلام أيضا حفظ السلام بين الناس،
والإسلام أيضا يقول إن أتاك أهل الذمة فاحكم بينهم بما يدينون. والإسلام أيضا يحفظ حقوق غير المسلمين، والإسلام يقول لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلا يصح أن الناس يتمسكون بنص معين ويتعلقون به ويظنون أن الحياة أو الموت تتعلق بالنص. روح التنفيذ هي الأهم. جيد. في الأول من يوليو تموز من العام الماضي 2006 أعلن الأنبا ماكسيموس الأول راعي كنيسة المقطم عن تأسيس مجمع مقدسي أو مقدس للمسيحيين الأرثوذكس في مصر والشرق الأوسط ليكون موازيا للكنيسة الأم، وكان ذلك كما قال مراقبون انشقاقا على كنيستكم. إلى أين انتهى هذا الموضوع قداسة البابا؟ أنا لا أعتبر أن ذلك أمر يهدد كنيستنا في شيء. هو نفسه قال إن أتباعه المسجلين عنده حوالي 1000 شخص، والكنيسة عندنا مجموعة ملايين، فهذه القلة لا تؤثر في كثير أو قليل. كما أن المجمع الذي أسسه عبارة عن أسقفين رسمهما بنفسه، لا يمثلان شعبية في الوطن المصري، وليست لهم كنائس يصلون فيها، والشعب عموما غير مستريح لما فعله هذا الشخص، وهو كان تلميذا لنا، ولكنه منع من التعليم في وقت من الأوقات لأن تعليمه لم يكن مقبولا، فسعى إلى أن يكون له رتبة كهنوتية، وقوانين الكنيسة تمنع أن يكون الأسقف متزوجا، وهو متزوج وقال إن له بنتان، وما زلنا ندعوه في مصر باسمه العلماني كما هو ماكس ميشيل وليس باسم ماكسيموس. كريمة كمال باحثة مصرية أصدرت كتابا العام الماضي عن طلاق الأقباط في مصر، ودعت قداستكم إلى إعادة النظر في القوانين الكنسية الحاكمة لمسألة الطلاق عند الأقباط. هل قداسة البابا ثمة إعادة نظر لهذا الموضوع؟ أنا لا أملك إعادة النظر، لأن بالذات قوانين الزواج والطلاق تحكمها آيات من الإنجيل، ولا نستطيع أن نغير عقيدتنا من أجل راحة بعض الناس. فمن ضمن العقائد المسيحية ما يأتي إنه لا يسمح بالطلاق إلا في حالة الزنا أو تغيير الدين، وفي غير هذا لا يسمح. ولكن المحاكم قد تحكم بالطلاق، ليكن احتراما لقرار المحكمة، كل شخص يذهب إلى حاله.
ولكن الكنيسة لا تصرح للمطلق لسبب ضد الإنجيل أن يكون له زواج ثان بعد هذا الطلاق. ومسألة الطلاق لو توسع الناس فيها لانهارت الأسرة. وكما يوجد في بلاد الغرب يمكن الطلاق لأتفه الأسباب. وفي إحدى المرات سئل شخص لماذا يحدث الطلاق لأتفه الأسباب، فأجاب لأن الزواج يحدث لأتفه الأسباب. مفروض إن الزواج يتم باقتناع وبرضا وبتوافق بين نفسية الطرفين وطباعهما وعقليتهما. فإذا لم يوجد توافق لا في الطبع ولا في النفسية، يبقى السرعة في مثل هذا الزواج مدعاة إلى محاولة الانفصال فيما بعد. نحن ندعو لمعالجة مسألة الطلاق الروية في الزواج والتعقل قبل الزواج وحسن الاختيار قبل الزواج وعدم تدخل العائلة الكبيرة في فرض زوج على ابن أو ابنة، لأن هذه مسائل يسميها القانون بالأحوال الشخصية. ولكن أحيانا نتيجة أزمة الزواج بترضى المرأة أو يرضى الرجل بأول عرض أو أسفل عرض، وقد لا يكون مناسبا للديمومة للاستمرار يعني. نعم. فيحصل الفشل فيما بعد. أو أحيانا يكون السبب أن فترة الخطوبة أو الخطبة مفروض أنها فترة يدرس فيها كل طرف نفسية الآخر وعقليته ومدى صلاحيته. لكن بعض الناس في هذه الفترة ينشغلون بأمور عاطفية عارضة وينسون دراسة نفسية الطرف الآخر، والبعض ينشغل بالإعداد للبيت الجديد وتنظيم البيت الجديد وتأسيسه إلى آخره، أو بعض أمور مالية معينة، وينسون الأمر الهام وهو التوافق بين الطرفين. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير، نعود بعده لمتابعة هذا الحوار، فابقوا معنا.